خلي اهتماماتك بزياره الاماكن والمشي والتنزه اكتر من التسوق، لان التسوق بيضيع شويه كتير من الوقت. كمان حاول تستخدم كارت المواصلات اللي هو الاكابيل، لان ده هيوفر لك كتير. المترو، استخدم المترو على قد ما تقدر، لان ده هيوفر لك فلوس كتير جدا في الاماكن كلها اللي بتروحها. اشتري خط هناك تابع لفودافون او تركي سيل. احسن ما تعمل تليفونك رومينج. 90 ليره 75 ليره بيوفر لك مكالمات، وبيوفر لك كمان انترنت 2 جيجا، وده الاهم. حاول تحمل خريطه على التليفون بتاعك او تاخدها تشتريها، وخاصه للمترو ولمدينه اسطنبول. ده لسبب ان معظم الناس هناك بتتكلم باللغه التركيه. مش كتير هيساعدك او مش كتير هيفهمك. بلاش تمشي في الشوارع الجانبيه، وخاصة في أوقات متأخرة. حاول تمشي دايما في وسط الناس، في وسط الأماكن العامة، في وسط الطرق اللي فيها حياة أو فيها روح. بلاش تشتري حاجة من الشارع، خصوصا لبس. لو أنت بقى عايش في دول الخليج، حاول تاخد معاك فيشة ثلاثية بمخرج ثنائي، لأن الفيش هناك كلها ثنائية، وخاصة الشواحن. ويفضل لو أنت تشتري شاحن أو شاحن خارجي اكسترنال باور بانك، يعني عشان خاطر التصوير. في حاجات لازم تعملها عشان تفتكر بيها اسطنبول، تفضل ذكريات معاك. سندوتش شاورما، عصير العيران، كوبايه السحلب بالقرفه، سندوتش كباب من العربيه، سندوتش السمك اللي موجود في امي نونو قدام السوق المصري، شوكولاته. لو انت قاعد في اسطنبول فتره كبيره، تعمل رحله لجزر الامارات، 4 جزر ياخدوا 4 ساعات في البحر. خليج البوسفور لازم له رحله ساعه ونص او ساعتين، ده لو انت قاعد فتره قليله في اسطنبول. واخيرا وليس اخيرا، فنجان القهوه، من اجمل فنجان القهوه اللي تقدر تشربه، في تله اسمها بيرلوتي او مطعم بيرلوتي، وده بتطلع له بالتلفريك في منظر اكثر من رائع.